الوطني السوري هشام مروة. مساء الخير سيد مروة. لماذا إلى هذا الوقت المتأخر إثارة ومحاولة التركيز على دخول مراقبين دوليين إلى سجون سوريا ومن بينها سجن صيدنايا؟ مساء الخير لك والإخوة المشاهدين. الواقع هذا ليس متأخرا، هذا الطلب تقدمت به المنظمات الحقوقية والقوى السياسية السورية من اللحظة الأولى الحقيقة لهذا هذه الاعتقالات التي شملت السوريين المدنيين المتظاهرين السلميين في مطلع الثورة 2011. الحقيقة تقريركم يتحدث عن محاكمات يعني سورية، لكن طبعا هي محاكمات سورية ويجري إعدامهم عن طريق الشنق. لم نتحدث عن عشرات الآلاف من الذين يموتون يوميا، يتعرضون للموت يوميا بالتعذيب، لا محاكمات سورية ولا شيء، كما جاء في تقرير السيد عمر عندما قال أنه من يرفع يده أو يديه عن وجهه ليرى السجان قد يعاقب بالإعدام. أن يكون منتميا إلى محافظة ما يمكن أن يقتل، أن يضرب ويعذب حتى الموت. ما يجري في سجون سوريا هولوكوست حقيقي يستدعي موقفا إنسانيا من كل المنظمات الحقوقية، من محكمة العدل الدولية، من مجلس الأمن الدولي. ولذلك طالب الائتلاف اليوم في بيانه بأن تحال هذه الجرائم إلى مجلس الأمن ليحيلها بدوره إلى محكمة الجنايات الدولية، وبالتالي يتم محاسبة من تورط في هذه الجرائم. نتحدث عن 13,000 بشهادات. طبعا كما تعلمين سبق أن كان هناك تقرير قيصر ب 11,000 سجين قضوا تعذيبا، ليسوا محاكمات سورية، قضوا تعذيبا، موثقين ب50,000 صورة قدمت لمجلس الأمن، قدمت لمجلس حقوق الإنسان، ولكن عرضت هذه الصور في جنيف وعرضت في نيويورك. لم يحصل للأسف الشديد أي إجراء تجاه هذه الجرائم، حتى أن هذا الملف رفض أو وقف الفيتو الروسي والصيني أمام تحويلها. وما الذي تغير الآن سيد هشام مروة؟ ما الذي تغير الآن وروسيا هي الممسك الرئيسي بالملف السوري، وهناك حتى صعوبة في تشكيل وفد معارضة يتحدث عن قضايا مصيرية كوقف إطلاق النار؟ فما بالك بأمر تفصيلي إلى هذه الدرجة، يعني كإرسال مراقبين دوليين في سجون سوريا؟ يعني هذه مسائل ووسارات متوازية، لابد من إرسال مراقبين دوليين للاطلاع على ما يجري في السجون. هذه فعلا مهمة إنسانية ضرورية، هذا أمر مستقل عما يجري عما تقوم به سواء كان النظام من استمرار في هذه الأعمال الحقيقة التي تعتبر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أو ما يقوم به الروس وغيرهم من محاولة يعني تقديم وفد المعارضة على أنه مختلف أو مشتت، في محاولة حقيقة لجعل هذا السيناريو القتل والتعذيب والاضطهاد وانتهاك حقوق الإنسان مستمرا. هنا لذلك لا بد من العمل على كل المسارات، السياسي، الحقوقي، العسكري لو أمكن. لا بد أن يكون هناك موقف من المجتمع الدولي يحترم نفسه في القرن 21. المجتمع الدولي على رأسه الولايات المتحدة يبدو حسب المراقبين غير آبهة إطلاقا بهذه الموضوعات التفصيلية سيد هشام مروة. كل همهم هو الآن أن يعطى الملف إلى روسيا بشكل أو بآخر، وأن تقوم روسيا بالتنسيق مع تركيا لحل مشاكل وقف إطلاق النار. ما رأيك؟ يعني الواقع أن يترك هذا الملف للروس وحدهم. الحقيقة لنا كثير من الملاحظات والمؤاخذات. عندما ذهبنا إلى أستانا للبحث في موضوع تثبيت وقف إطلاق النار لم تكن النتائج إيجابية ولا مرضية. استمر اللمعان في الحل العسكري، سقط وادي بردة، اليوم قصف في مدينة إدلب، وجرائم مستمرة. وهناك لم يستطع الروس ضمان وتحقيق التزام من ضمنوه بوقف إطلاق النار. ولكن هل سيبقى هذا الأمر يعني مقتصرا في آثاره وارتداداته على الروس وحدهم فقط؟ لا أبدا، سيرتد على المجتمع الدولي ككل، على المنطقة، على أوروبا، وعلى حتى الأمريكيتين بكل تأكيد. ما يجري هو فعلا شكل من أشكال يعني تصدير الأزمة، ليس فقط في منطقتنا وإنما في كل مناطق العالم. لذلك تقتضي موقفا دوليا حازما. هناك ما يهدد الخطأ الأمن والسلم الدوليين. حسب ميثاق الأمم المتحدة يجب التحرك لوقف هكذا خطر.
شكرا جزيلا لك هشام مروان، نائب السابق لرئيس الائتلاف الوطني السوري من جدة. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن القانون الإسرائيلي الذي يجيز استملاك